السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك شيخ شمس؟ عساك طيب؟ الحمد لله أخي سلطان، حياك الله، كيفك؟ الله يبقيك، والله بخير اللهم لك الحمد. الحمد لله. مين الأخ سلطان؟ كويت، يا شيخنا سعودية؟ لا من السعودية، من المنطقة الشرقية تحديدا، مدينة الخبر. ما شاء الله، حياك الله، مرحبا بكم. الله يبقيك إن شاء الله. شيخنا بس عندي سؤال بسيط عن موضوع اشتهر الفترة هذه، بالذات بين طلبة العلم، يعني الصغار عامة مثلي ومثل إخواني، يعني اللي هو موضوع عقيدة النووي، أو فتنة عقيدة النووي اللي يسميها، يعني أنا اللي يبدع النووي واللي ما يبدع النووي. وبعدين يعني الموضوع يعني خطر، بالذات على طلبة العلم اللي يعني ما عندهم علم يأسسهم. فايش رأيك يا شيخنا؟ أخي والله هذه طامة عندما نترك العلماء الكبار ونتبع مشاهير اليوتيوب. أخي الكريم، فعلا. نعم، نحن نتبع كتب السلف، لكن لا نتسلق على كتب السلف. كتب السلف لابد نفهم بين الحكم العام والحكم المعين أو الخاص. مثال ذلك، يأتي شخص يقول لك أكيد فهو جهمي، هذا اسمه حكم عام. لأجل ذلك الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لم يكفر المأمون ولا الواثق ولا المعتصم، وهم قالوا بمقالات الجهمية. لماذا؟ لأنه في شروط وموانع. فنحن أخي الكريم والله الذي لا إله غيره، أي إنسان درس كتب السلف وتربى على كتب وأشرطة أهل العلم كالشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان والإمام الشنقيطي وغيره من العلماء، يفهم ويعرف بأن من يطعن في الإمام النووي هذا الإنسان لابد أن يتقي الله. فأخي الكريم، الشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن رجب الحنبلي، ابن عبد الهادي، وهلم جرة إلى وقتنا، هؤلاء الأئمة الربانيين، أئمة الدين والعلم والورع والتقى ومصابيح الدجى، لم يفهموا كتب السلف ولم يفرقوا بين النووي ابن حجر والجهمية والأشاعرة. ثم يأتي رجل اشتهر في اليوتيوب لكي يطعن ويكفر النووي. والله طامة هذه يا أخي الكريم، والله طامة، والله طامة فعلا الله المستعان. بعض الناس يقول شمسي، أنا والله تعرف أخي الكريم سلطان حفظكم الله، تعرف لماذا أعرف أنها طامة؟ بعض الناس يظن أنا عالم. أنا أخي أنا عالم إذا كنت أنا عالم من هو شيخ بن باز؟ فهذه المشكلة بعض الناس يسمعك تذكر آيات، أحاديث، كلام من السلف، خلاص يظن بأنك عالم أو كبار طلبة العلم. لا، نحن مساكين أخي. أنا أنصح الإخوة والأخوات عليكم بالعلماء. الشيخ صالح الفوزان الحمد لله موجود، الشيخ عبد المحسن عباد، الشيخ ربيع، الحمد لله العلماء الربانيين، نرجع إليهم، مش نرجع أخي إلى أطفال. بارك الله فيك. فعلا الله المستعان. المشكلة يا شيخنا أنك الموضوع هذا يرجع كل 5 سنين، يرجع وعقيدة أبو حنيفة وعقيدة النووي وعقيدة ابن حجر، وكل 5 سنين وكل 5 سنين، فالله المستعان. إيه نعم أخي، سبحان الله. والله تعرف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أثنى على الإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني. هؤلاء أئمة، نعم، العلماؤنا حفظهم الله ورحم الله الأحياء، بينوا بعض الأخطاء لأن من النصيحة. لكن هل أنت تقول لعلماؤنا الكبار، لأن حتى الذي يقول عليه هذا محمد ابن شمس الدين قال لهم نحن نرجع إلى كتب السلف. طيب ماذا يقول كتب السلف؟ السلف يقولون لابد نرجع إلى العلماء، فخلاص نرجع إلى العلماء، هذا كلام السلف. لكي نفهم كلام السلف ولكي نفهم القرآن والسنة نرجع إلى من؟ العلماء. فعندما رجعنا إلى العلماء الربانيين المشهود لهم بالعلم والورع والتقى، خالفوا هذا الشاب الصغير اليوتيوبر. بارك الله فيك. وأنا أخي أنصحك أن تستمع لي في أخ ما شاء الله دكتور اسمه أبو الفداء حسام بن مسعود، هذا رد عليه ما شاء الله، رد على محمد بن شمس الدين. نعم. سبحان الله يا شيخ، يعني الشيخ بن عثيمين
رحمة الله عليه قال عنهم سفهاء. فالموضوع يعيد ويتكرر ويعيد ويتكرر، يعني الله المستعان. طم يا أخي ليس فيهم الآن، طم في الذين يستمعون إليهم أخي. الله أخي المستعان. كيف تقول العلماء؟ طيب يا شيخنا عندي سؤال برضو. نعم تفضل تفضل أخي. شيخ. لا قلت لك كيف أترك العلماء أقول عندي نتبع الشباب. نعم فعلا فعلا الله المستعان. عندي سؤال بسيط بس يا شيخنا، في تفضل كتاب التحرير والتنوير، ماذا رأيكم؟ والله ما أعرف هذا الكتاب أخي. ما لمن هذا؟ للطاهر بن عاشور التونسي. إيه نعم هو هذا الكتاب هو في تفسير القرآن. ها؟ نعم نعم تفسير بن عاشور. إيه معروف نعم بتفسير تفسير بن ابن عاشور. عاشور بعض العلماء أثنوا عليه لكن في أشعرية. نعم هو أشعري، إيه عشان نعم. كذا سألتكم. لا لا في نعم. أشعرية نعم. فليس الحمد لله نحن عندنا لطلبة العلم كمثلي والإخوة الصغار لابد نكتفي بكتب أهل السنة. أما هذه الكتب العلماء الكبار يدرسونها أو نستفيد منها لكن بنصائح أهل العلم الربانيين. فالحمد لله عندنا تفسير الشيخ عثيمين، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. بارك الله فيكم. نعم جزاكم الله خير. حياك الله سلطان، حفظكم الله حبيبي. أهلا وسهلا، في أمان الله. الله بخير وإياكم، جزاكم الله خير. There's a Shia guy, you saying your mother Aisha. Allah said as our mother. You're not happy with that because you kafir. Because you kafir. If you're a Muslim and you accept she's your mother too. Allah said, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم. I didn't say that. Allah said in the Quran. So either you reject the Quran and that's what you do. Subhanallah. And why some Shia, not all of them, why you speak bad about the wife of the Messenger of Allah, alayhi salatu wassalam, when I've already mentioned a verse from the Quran, they are the best wives. Because Allah promised His prophets, Allah will exchange them, okay? With who? With the righteous. So therefore, Allah will not marry off His prophets, evil women. Otherwise, why He's going to exchange him with the righteous? Why Allah never married him off in the beginning to the righteous one? Because they are righteous. So that verse, كما قال ابن تيمية ما استدل أهل البدع بحديث صحيح أو آية صريحة إلا وتكون ضدهم. Ibn Taymiyyah said, whenever the people of innovation try to use a hadith صحيح or clear verse, except the same hadith or the same ayah will be used against them. لماذا؟ لأن الحق لا يوافق الباطل. Because the truth does not support a falsehood. So how ayah hadith clear will support falsehood? May Allah be pleased with the wives of the prophets Muhammad عليه الصلاة والسلام. هذا يقول لك الشيخ شمسي. أنا لست بشيخ أولا، أخوك في الله شمسي يكفي. ما يكفي شمس الدين الجزائري، هذا أخي دجال القبوري، هذا المهرج، هذا طمس الدين، هذا ليس شمس الدين، طمس الدين. حذر من العلماء. أنا سمعت الشيخ عبد الخالق الماضي، أظن عبد الخالق الماضي حذر منه. هذا إنسان مهرج هذا. Brothers, where is the Iraqi guy? أخي that guy turned to jinn أخي والعياذ بالله. I don't know what. يا أخي والعياذ بالله. اللهم سلم سلم. شو اسمي يا أخي؟ Can I join? I'm a Shia. Shah, you have to send me a guest and I will get you. Let me see if I can bring you to the live stream. Let me see. No. 1 second. No, I can't. How we do it?
Yeah, I'm trying to add you, but I cannot because you have 6 followers. So you have to send me a guest and I can add you. You're not here. You have to send me a guest. May Allah make it easy for you, my brother, and may Allah make it easy for your family. Yeah, send me a request, صحيح. Send me a request. هذا أخي محمد بن شمس الدين ما يتكلم عن الحكام. هذا أخي إنسان، هذا متعالم أخي، بارك الله فيك. ما يتكلم عن الحكام يا أخي، يطعن في النووي ابن حجر، عنده جهل، نسأل الله السلامة والعافية يا أخي. تيمور الإسلام، اسمع إلى الشيخ الدكتور أبو الفداء حسام بن مسعود رد عليه. هذا إنسان فعل فتنة، هذا نسأل الله السلامة والعافية، الله يهديه. والله أخي شاه، where is the Shah guy? You have to send a request, brother, to add you. Otherwise, brother, I cannot